لو مستعجلة وعايزة تعملي غدا في 5 دقايق بس، تعالى اقولك على وصفة سريعة وسهلة وهتشبعك وكمان تشبع العيلة من غير ما تقفي كتير في المطبخ. انزلي بقى بشوية زيت في الطاسة وانزلي عليها ببصلاية متوسطة وشوحيهم كده مع بعض لغاية ما البصلة تصفر معاكي. انزلي بقى عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة وشوحيهم كده مع بعض بقى شوية. اول بقى ما اللحمة تاخد الصدمة معاكي، انزلي عليها بالتوابل: ملح وفلفل اسود، بهارات مشكلة او بهارات اللحمة، وكمان بابريكا، وقلبي فيهم بقى لغاية ما يستووا معاكي تماما. اول بقى ما يستوي انزلي عليها بنص برطمان من الصلصة او بمقام 4 معالق كبار من الصلصة، وانزلي عليهم كمان بنص كوباية من المية، وده علشان احنا عايزين اللحمة المفرومة مش ماسكة ببعضيها. اول بقى ما تاخد غلوتين معاكي اطفي عليها، وبكده نبقى خلصنا اللحمة المفرومة. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي ويلا ندخل على اللي بعد. في اي حلة بقى واي طاسة عندك انزلي بقى ب3 معالق كبار من الزبدة، وكمان عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. انا عايزاكي بقى تشوحي الزبدة مع الدقيق لمدة 5 دقايق. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش اهم حاجة في نجاح الوصفة ان انتوا تذكروا الله كتير وانتوا بتطبخوا. بعد بقى ما شوحنا الدقيق هننزل عليها بورقة ماجي ونقلبها كده بالمضرب، وانزلي عليهم بقى بكيلو من الحليب، وافضلي بقى قلبي بالمضرب كده بايدك عشان ما تكلكعش معاكي. وهقولك كمان على سر يخلي معاكي البشاميل فاتح ما يغمقش معاكي. السر كله في الحركه دي، ركزوا معايا. وانتي بقى بتقلبي البشاميل هتلاقي ان هو تقل معاكي بالقوام ده. هتقولي لي ليه ما ضفتيش الفلفل الاسود في الاول؟ هقولك عشان ده اللي بيغمق البشاميل معاكي. والسر معايا في البشاميل الفاتح ان انت تضيفي الفلفل الاسود بعد ما يتقل. هاتي بقى اي طاجن وانزلي كده مغرفتين من البشاميل. هاتي بقى مكرونه كانيلوني وهتلاقي مكتوب على العلبه كده اللي هي المكرونه الاسطوانه الكبيره. هنا بقى سايبالكم الموضوع ده اختياري، تقدري تحشيها بايدك او تقدري تحشيها بالقمع زي ما انا عاملاه في الكيس كده، يعني ما تقفيش على حاجه. انزلي بقى رصي كده الكانيلوني اللي احنا عملناه. هنرص بقى الطبقه الاولى، وبعد كده هنحط البشاميل فوقيها طبقة بشاميل خفيفة، وهنسويها بقى بالطاجن كويس. عايزة اقولك عزيزي المشاهد، شايفين السرعة؟ ده الغدا اللي بيجهز قبل ما كوباية الشاي تخلص. بصوا الجمال، مكونات بسيطة وهيعملوا فرق كبير. انزلي بقى بطبقة تانية من المكرونة، وطبعا احنا ما بنسلقهاش لان هي بتستوي مع البشاميل كويس. انزلي بقى باخر طبقة من البشاميل وسويها كويس بالطاجن. انا عايزه اقول لكم مش لازم نضيع وقت كتير علشان ناكل حاجه لذيذه، وان ممكن يكون من امكانياتنا ان احنا نخلصها في 5 دقايق بس. انزلي بقى باخر حاجه جبنه موتزاريلا، ودي عشان تدي اللون بتاعنا الدهبي الحلو، وكمان المطه اللذيذه اللي اولادنا بيحبوها. انا عايزه اقول لكم الريحه طالعه تهبل والله وتفتح النفس كمان. مين كان يتخيل ان في 5 دقايق بس نعمل وجبة كاملة كده؟ ايه رأيكم؟ مش مستاهلة تعب ولا وقت خالص. وبكده خلصنا غدا في 5 دقايق بس. جربوه وقولولي رأيكم في التعليقات، وكمان اكتبولي في التعليقات انتوا حابين اعمل لكم وصفة ايه تاني انتم تكونوا بتحبوها، ولو عملت الوصفة دي كل يوم مش هتزهق منها. وما تنسوش تكتبولي حاجة تؤجروا عليها، وما تنسوش تصلوا على النبي.